تخيل معايا دلوقتي تدخل تكتب على جوجل او يوتيوب او تيك توك، هاتولي 5 حاجات، 10 حاجات، 20 حاجة اقدر اعملها علشان اغير حياتي. طب هل سألت نفسك انت ليه اصلا بتضطر انك تدخل تبحث عن حاجة زي كده؟ بص، طالما سألت يبقى انت عاوز تفهم. وانا احب الانسان اللي عاوز يفهم صراحة. كوباية الشاي بتاعتك ويلا بينا. مبدئيا كده ربنا سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل والقدرة على تغيير الواقع والتفكير بإيجابية وإيجاد الحلول. بس إيه اللي حصل؟ هو فشل في استخدام الوظيفة دي، بمعنى إنك ما سبتش حتى فرصة لعقلك إنه يفكر أو حتى يراجع نفسه، لأن أنت على طول دخلت يوتيوب أو تيك توك أو أي منصة تاني هتقولي حاجات علشان نتغير، ونسيت طبيعة الإنسان أصلا إنه مش بيعمل حاجة مش مقتنع بيها. يعني مثلا لو دخلت بحثت وطلع لك نام بدري واصحى بدري، قلل كافيين، ريح نفسك، أكيد طبعا هتختار الاختيار التالت، ريح نفسك. الراجل ده بيقول كلام زي الفل، ودي طبيعة العقل البشري، بتميل لأي حاجة بتريحه واللي ما فيهاش جهد بدني أو حتى جهد نفسي، وده غالبا بسبب الظروف اللي كلنا اتحطينا فيها. يعني مثلا لو حد قال لك قوم اعمل رياضة كل يوم نص ساعة، تلاقي عقلك بيرد عليه طب وانت مالك يا اخي، انا مبسوط كده. لان العقل البشري ببساطة بيحب الامان، بيحب الراحة، وبيكره المجهول والتغيير حتى لو التغيير ده لصالحه. بس تعالى نرجع خطوتين ورا كده. هو ايه اصلا التوجيه الذاتي اللي كل الناس بتتكلم عنه ده؟ يعني ايه اوجه نفسي؟ اوجهها فين اصلا وازاي؟ بص، ببساطة كأنك ماسك دفة مركب، وبدل ما تستنى الرياح تمشيك، انت بتختار اتجاهك وتقول انا رايح هناك. وهناك دي مش قريبة ولا سهلة، بس انا قررت اروح. المشكلة اننا اتعودنا نعيش على الاوتوماتيك. تصحى، تفطر، تفتح موبايلك، ترد على شوية نوتيفيكيشنز، تنزل الشغل او الجامعة وترجع تتفرج على شوية حاجات وتنام. فينك انت من كل ده اصلا؟ هل انت عايش ولا مسير؟ عارف، اول ما تحاول تكسر الحلقة دي هتحس انك تايه، هتشك في نفسك، ويمكن تحس انك بتضيع وقتك اصلا. بس ده اسمه الوجع الحلو، زي وجع الجيم كده. ايوه، اول يوم تمرين جسمك بيوجعك، بس ده معناه انك بدأت تصحي عضلاتك اصلا. نفس الفكرة هنا. اول ما تبدأ توجه نفسك وتقول انا هقرا كل يوم صفحة وهتعلم مهارة جديدة، هتلاقي عقلك بيزن عليك، طب ليه التعب، خليها بكرة. وساعتها لازم تقف تبص لنفسك في المراية وتقول انا الشخص اللي هيكسر الحلقة دي، مش علشان ترند ولا علشان فيديو شفته، لأ، علشان أنا زهقت أكون متفرج. أنا عايز أكون صانع فيلم، مش مجرد ممثل جاي يقرا سكريبت حد تاني كاتبهوله، ولا كومبارس بيعدي في مشهد حد تاني هو البطل فيه. أنا عايز أكون أنا المخرج والكاتب والممثل وكل حاجة، لأن ببساطة دي حياتي أنا، وما ينفعش أعيشها بالريموت كنترول. بس طبعا أول ما تقول الجملة دي الدنيا مش هتسقف لك، بالعكس، هتلاقي تحديات بتطلع لك من تحت السرير حرفيا. الكسل والتأجيل والإحباط. الناس اللي بتقولك هو أنت فاكر نفسك مين يعني؟ كل الناس العظيمة اللي شفتهم بيكسروا الدنيا كانوا في يوم من الأيام قاعدين لوحدهم، حاسين إنهم ضايعين، بس فرقهم عن غيرهم إنهم ما سابوش نفسهم في الضياع. مسكوا طرف الخيط، حتى لو كان رفيع أوي، بس بدأوا يشدوا عليه. في فيلمك أنت مفيش موسيقى تصويرية شغالة، ولا في حتى كاميرا بتتابعك، ولا أصلا مونتاج هيشيلك اللخبطة لما تقوم من السرير يوم ملكش في نفس أصلا تعمل حاجة وتنجز فيه. لما تقاوم صوت جواك بيقولك كفاية كده انت مش قدها، بس انت رغم كل ده بتكمل، حتى لو وقعت، حتى لو حسيت انك فاضي، حتى لو الدنيا كلها مش شايفة اللي انت شايفه جواك. ساعتها بس تبقى بدأت تصنع فيلمك. والمضحك ان اول حد هيشك فيك هو انت اصلا. عقلك هيقعد يزن عليك. يعني انت فاكر هتبقى مؤثر، هتعمل مشروع ناجح، هتبقى رياضي، هتتعلم لغة، انت فاكر انك هتعمل كل ده؟ يا عم ده انت مش بتكمل مسلسل على نتفليكس اصلا. بس برضه تقوم وتبتسم وتقول له ايوه انا هعمل كده، ومش لازم اكون كامل علشان ابدا. انت مش مطلوب منك تبقى روبوت، ولا تمشي على جدول صارم لازم تصحى فيه 5 الفجر وتشرب شاي اخضر من جبال الهيمالايا. كل اللي عليك انك تاخد خطوة بس، خطوة حقيقية، خطوة بإرادتك، مش عشان حد قالك ولا علشان الناس شايفاك كده، لأ، علشانك انت. علشان تبقى في آخر يوم في حياتك باصص لنفسك وتقول أنا جربت، أنا وقعت وقمت، أنا كنت موجود، مش مجرد طاقة أو حساب على السوشيال ميديا. وساعتها الفيلم الحقيقي هيبان، حتى لو مفيهوش مشاهد أكشن، حتى لو مفيهوش أبطال خارقين، بس فيه بطل واحد بس وهو انت.
بص، في الآخر مفيش وصفة سحرية، مفيش 5 حاجات هيغيروا لك حياتك في 5 دقايق. ده مش منطقي، بس في لحظة صدق. وأنا عايز أعيش إزاي وإمتى وليه؟ وهنا تبدأ الرحلة. مش الرحلة بتاعت فيديوهات التغيير والكلام الكبير اللي بيبقى منتشر على السوشيال ميديا، لأ، الرحلة بتاعتك أنت، واللي محدش هيعيشها غيرك أنت. وبس كده. سلام.